بسم الآب والابن والروح القدس الواحد امين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الدهور امين. زي ما احنا بنشوف كده في فترة الخمسين كل قرايات الإناجيل من إنجيل يوحنا، وإنجيل يوحنا دايما كل الإنجيل بيدور حول إثبات ألوهية المسيح، لأن الأناجيل الأولانية متى ومرقس ولوقا بيحكوا سيرة المسيح، وطبعا فيها إثبات عظمة المسيح وكل حاجة. والأناجيل دي كتبت في سنة 60 ميلادية ولا حاجة، فوق 60 ميلادية اللي هما الثلاثة الأولانيين. لكن إنجيل يوحنا اتكتب سنة 100 ميلادية أو قرب 100 ميلادية. فكان في فترة كبيرة ابتدت بقى الناس تتكلم عن المسيح، وتطلع بعض الناس تتشكك في المسيح، وابتدى يبقى فيه نوع من الهرطقات. عشان كده معلمنا يوحنا لما كتب إنجيله ما كتبوش زي متى ومرقس ويوحنا، كتبوا بطريقة تانية خالص. كل كلامه عن إثبات ألوهية المسيح، وجاب الحاجات اللي ما قالوهاش الأناجيل الثلاثة التانية من أقوال المسيح والكلام المسيح عمال يحاور مع اليهود يثبت لهم إن هو في الآب والآب فيه والكلام ده كله. والمشكلة اللي هي أنا هتكلم عنها النهاردة، والمشكلة اللي كانت عند اليهود إن هم ابتدوا يبصوا للمسيح كإنسان بس، ودي مشكلة وبتقابل لغاية النهاردة. المسيح هو الله المتجسد، يعني في كل صفات الألوهية وفي كل صفات البشرية الاثنين. يبقى لما المسيح يقول لهم قبل إبراهيم أنا كائن، يقول له إيه ده أنت ابن 30 سنة تقول أنت قبل إبراهيم؟ إبراهيم اللي بقاله 1000 سنة ده. ما هم مش فاهمين إن هو الله طبعا قبل إبراهيم وقبل كل. وهنا كان التصادم اللي كان اليهود مشكلتهم ما بيبصوا للمسيح بطريقة بشرية أو إنسانية، مش قادرين يفهموا. والمسيح عادي فاهم أنا والآب واحد، واللي بيعمله الآب أنا اللي بعمله، وحاجات كتير. وإن ما كنتوش تصدقوا زي الإنجيل بتاع النهاردة، طب صدقوا بالأعمال اللي بعملها. أنا بعمل أعمال ما بيعملهاش غير الله. عشان كده القديس أثناسيوس الرسولي كان عيده امبارح، وأكتر واحد فسر للعالم كله يعني إيه إن الله يتجسد، ويعني إيه إن الله فدى الإنسان، ويعني إيه قضية سقوط آدم وفداء، ويعني إيه إن المسيح هو من جوهر الآب، والحاجات الجميلة دي كلها. أثناسيوس الرسولي هو الأساس في فهم العالم كله. فأنا عايز النهاردة أتكلم كلمتين صغيرين عن أثناسيوس الرسولي اللي كان عيده امبارح. انت خلي بالكوا، انت عندك يوم 1 مايو عيد ماري جرجس، يوم 8 مايو عيد ماري مرقس، يوم 15 مايو عيد أثناسيوس الرسولي، و1 مايو ده بيوافق 23 برمودا، و30 برمودا عيد ماري مرقس، و7 بشمس عيد أثناسيوس الرسولي، و12 بشمس جاي خلاص هو عيد الست دميان. وفي آخر مايو كده كمان، مايو مليان آخر مايو هتلاقي قديس أرسانيوس والقديس أنبا بخوميوس. يعني شهر مايو ده مليان قديسين حلوين قوي. أنبا أثناسيوس الرسولي احنا عايزين إيه؟ هذا الرجل العظيم أنبا أثناسيوس ده كافح كفاح مرير، وعاش حياة كلها صعبة جدا. تتصوروا ان هو اتنفى 5 مرات، مرتين بره، مرة في روما ومرة في تريف على حدود فرنسا، ومرتين في الصعيد وفي الأديرة وفي نافينه عن كرسيه، يسيب الكرسي ويسيب مكانه مقره.
والمرة الأخرانية نفوف اتحبس في المقبرة بتاعت أبوه حوالي 4 5 شهور، قافل على نفسه جوه المقبرة. ورغم هذا إنه عمره ما فقد سلامه ولا رجاءه في المسيح، ولا عمره أحبط، وحتى كتب كتابات وهو في المنفى، كتابات جميلة ومهمة وفيها، وهو اللي كان بيبعت الرسالة بتاعت العيد، لأن معروف إن خلوا كنيسة الإسكندرية هي اللي تحدد عيد القيامة ولغاية النهاردة المفروض. فكان كل سنة يحدد عيد القيامة إمتى ويبعت رسالة فصحية أو رسالة القيامة، لو حتى في المنفى كان بيبعتها، لو هو فين كان بيبعتها. بس أثناسيوس بقى إنسان عظيم إزاي يعني، وإنسان قوي كده إزاي، مش من فراغ. إحنا عارفين إن اللي اكتشف أثناسيوس هو البابا ألكسندروس، البابا التسعة. لو أنتم معايا يا جماعة ولا سرحتوا؟ البابا أثناسيوس ده رقم كام؟ رقم كام؟ البابا أثناسيوس ده رقم 20. طب البابا تودروس رقم كام؟ والبابا شنو ده 117. وتمشي تمشي تمشي تمشي، يا سلام. عندنا سلسلة ماري مرقس نمرة 1، خلي بالك، ماري مرقس ده البطرك نمرة 1، انيانوس نمرة 2، ديمتريوس نمرة 2. البابا بطرس خاتم الشهداء كام؟ 17. شوف كنيستنا عميقة ازاي، شوف الكنيسة القبطية قد ايه، وكل بطرك من دول بقى في جيله كان بيقود الكنيسة ازاي، والشعب شكله ايه، والعقائد ايه، والدنيا ايه، والتسلسل ماشي لا ينقطع. والكنيسة هي اللي كان بيصلي فيها جدي هو نفس القداس، هو كده هو اللي انت بتصليه بالظبط. حاجة جميلة. فعايز اقول ان البابا ألكسندروس البابا 19، ما اعرفش انا، لو احنا مش هنخلص لو قعدنا نتكلم على الحاجات دي. البابا ألكسندروس ده كان من ضمن تلاميذ البابا بطرس خاتم الشهداء، اللي هو البابا 17، بابا شفيع كنيستنا. البابا بطرس خاتم الشهداء كان له تلميذين، واحد اسمه أرشلاوس وواحد اسمه ألكسندروس. أريوس لما طلع بالبدع، وأريوس بقى نفس المشكلة قلت لكم عليها من شوية. مشكلة أريوس إيه؟ إن ابتدى يبص للمسيح كإنسان، يقول لك ما هو قال اهو ابي اعظم مني. طب ما يا ابني بيقولها وهو بصفته البشريه، لكن مره تانية تبص تلاقيه او ميت، ما هو لها اهو. يقول لهم هذه الساعه لا يعلمها احد، ولا الملائكه ولا الابن. برضه بيتكلم بصفته البشريه، في البشريه ما يعرفش، لكن كاله يعرف كل حاجه. يقول لك ادام في اب وابن يبقى الاب اكبر والابن اصغر، يبقى المسيح ده مش مساوي الاب في الجوهر، لا ده اصغر منه. وعنده فلسفات كتيره قوي، يعني لو ربنا سمح نبقى نتكلم فيها. فلما اريوس ده كان ايام البابا بطرس خاتم الشهداء هو رسمه شماس، وبعدين لما لقى عقيدته منحرفه وابتدى يناقشه وابتدى ما رفض، قطعه من الكنيسه. وزي ما انتم عارفين ان البابا بطرس في نهايته قال لتلاميذه اوعوا تقبلوا اريوس لانه ايه؟ شق الايمان وشق المسيح. البابا أرشلاوس اللي هو رقم 18 للاسف الشديد قبل اريوس. اريوس مثل تمثيليه، واريوس يقول لك كان عنده خبث، عنده معلومات دينيه لكن ما عندوش اخلاق دينيه. ده اريوس عنده ايه؟ عنده معلومات، وكان فعلا شاطر وبيألف ترانيم ويضحك بها للناس على الترانيم، ودخل في الترانيم العقيدة الغلط، ويقعد يضحك على الناس ويقول له انت يا ابني يا ابني يبقى ابوك اكبر منك ولا لا؟ يبقى شوف بقى المسيح، هو المسيح مش هو الله، المسيح ابن. وبعدين لما أرشلاوس قبل أريوس ورسمه كاهن، اتنيح بعد 6 شهور، قعد على الكرسي المركوز 6 شهور بس ومات. فاختاروا، كان بقى اريوس بقى طمعان ان هو ياخد ان هم يعملوه هو البابا،
فلما اختاروا الكسندروس البابا ال19 ابتدت الغيرة بقى تملى قلبه والحقد يملى قلبه. المهم ان البابا الكسندروس بقى ال19 ده هو اللي اكتشف اثناسيوس. قصص كتيرة، وشافوا بيمثل تمثيلية المعمودية وشاطر كده، جابه وتلمذه عنده. يبقى دي أول حاجة، إن أثناسيوس تتلمذ على يد البابا الكسندروس. البابا الكسندروس كان كبير في السن وإنسان عظيم جدا من القديسين العظماء، ده كان رئيس مجمع نقيا. والبابا الكسندروس ده في العقيدة وفي الحياة إنسان عظيم قوي، وهو اللي تلمذ أثناسيوس من صغره. ابتدى يربيه بقى على الكنيسة وعلى الآباء وعلى الإنجيل، وخاصة إن إحنا دلوقتي في أوائل القرن الرابع، يعني 300 وشوية. طول ال3 قرون الأولى ديت الكنيسة ماشية عادي، الجسد ده المسيح على المذبح، المسيح هو الله، والناس عايشة. وأثناسيوس لما جه تلمذ على الكسندروس عاش حلاقته مع المسيح، المسيح الفادي، المسيح المخلص، المسيح ابن الله، المسيح عايش الحاجات دي. فابتدت الكسندروس يتلمذه، وابتدى نما جدا، وابتدى يقول له ارجع لأقوال الآباء، لأقوال الرسل، للحاجات دي. غير طبعا أثناسيوس كان عنده ذكاء وعقل راجع جدا جدا، ودي ساعدت قوي. بس خلي بالك، في ناس عندها ذكاء تستغله في الشر، وفي ناس عندها إمكانيات ما تستغلهاش للخير. لكن ميزة أثناسيوس أنه طوع ووضع كل إمكانياته للمسيح ولخدمة الكنيسة ولخدمة الإيمان. ذكائه وطاقاته، كان عنده ذكاء حاد جدا درجة يحفظ الكتاب المقدس كله. عنده إمكانيات وشجاعة، وعنده منطق، وكان دارس. لكن كل ده مش لنفسه ومش للافتخار أو مش يعادي، لكن كل ده سخره وحطه في إيد المسيح وفي إيد الكنيسة. فعشان كده استخدمه ربنا أعظم استخدام. بعد شوية البابا الكسندروس قال له لا، أنت لازم تروح الدير عشان كمان تتلمذ على الرهبانة، مش حكاية إنك أنت تاخد علم ومعرفة وبس. فراح أثناسيوس اللي كان لسه تلميذ، مجرد شماس عند البابا الكسندروس، راح الدير وقعد في الدير. ناس يقول لك قعد 3 سنين، وناس يقول لك قعد 5 سنين. تتلمذ على القديس أنبا أنطونيوس الكبير. طبعا أنبا أنطونيوس ده أبو الرهبانة كلها في العالم كله. قعد في الدير يعيش حياة التقوى، ويعيش حياة القداسة، وحياة التقشف، والحياة الروحانية. وكانت الرهبانة في الوقت ده يعني قمة الروحانية، قمة الروحانية. وأما أثناسيوس نفسه هو اللي بيجي بيفتخر، يقول لك أنا تتلمذت على أنبا أنطونيوس وأنا صبيت ماء على يده. يعني هو في الدير كان بيصب الأنبا أنطونيوس وهو بيغسل إيده، أثناسيوس اللي كان بيصب عليه الماء. وأثناسيوس يفتخر بكده، يقول لك أنا صبيت ماء على ماء على يد أنبا أنطونيوس. وأنبا أثناسيوس لما كان منفي في تريف اللي على حدود فرنسا ديت، جه كاتب سيرة أنبا أنطونيوس، قصة أنبا أنطونيوس. ومن هنا أول ما الناس الأجانب دولت قروا سيرة أنبا، ما كانش عندهم رهبانة ولا حاجات دي لسه. أول ما بدأت الرهبانة بدأت هنا في مصر على يد أنبا أنطونيوس زي ما أنتم عارفين، وبعد كده أنبا مقر الكبير وهكذا. فلما كتب سيرة، ومعروفة لغاية النهاردة في كل كتاباته في الترجمات، سيرة أنبا أنطونيوس بقلم أثناسيوس. قروا السيرة ديت، إيه ده؟ في حاجة كده؟ في حد يعيش في البراري بالشكل ده؟ في حد يعيش كده؟ وابتدوا يتأثروا، وابتدأت الرهبنة تبقى في الغرب من اللحظة دي. فيبقى أثناسيوس برضه هو اللي له الفضل.
اريوس ابتدى زي ما قلت لكم في الفتره دي بقى اللي كان لسه اثناسيوس شماس عند الكسندروس، ابتدى يعمل بلبله في اسكندريه كلها. وكان له صديق بره، كان صديقه في الدراسه ولا ايه، كان اسمه يوسابيوس النقوميدي. ده كان انسان شرير جدا وصديق الاباطره دايما. فالراجل ده كان شرير وصديق الاباطره وصديق اريوس، فقوى اريوس قوي. اريوس يعني حته قسيس في اسكندريه والبابا قطع وانتهينا بمجمع مكاني، وكان المفروض الموضوع ينتهي. لكن اللي قوى اريوس يوسابيوس ده اللي كان صديقه، وابتدى يسلط الاباطره على مصر ويسلط الاباطره على اثناسيوس، وكانت حرب صعبه. انت عارف انبا اثناسيوس قعد على الكرسي المرقسي 45 سنه، ما قعدش منهم 5 6 سنين على الكرسي في اسكندريه هنا، والباقي كله منفي وهنا وهنا ولما يكون يعني وقت كويس، يعني الدنيا هاديه معاه، يطلع رحله رعويه، يطلع من اسكندريه لغايه اسوان يزور الكنائس كلها والابرشات كلها. كان انسان عجيب اثناسيوس ده، وكان لا يهدأ ابدا. جه اثناسيوس كان عنده حوالي، شوف الكلام ده اللي عجيب يا جماعه، كان عنده حوالي 23 سنه، فكتب كتابين. شوف واحد سنه 23 سنة كتب كتابين مهمين جدا جدا، كتاب اسمه ضد الوثنية وكتاب اسمه تجسد الكلم. الكتابين دول كاتبهم وهو لسه شماس عنده 23 سنة، قبل ما يبقى بابا وقبل ما ياخد أي رتبة، كان مجرد شماس. لكن شوف العالم كله دلوقتي تتلمذ على كتاب تجسد الكلمة بتاع البابا اثناسيوس. وأي إنسان في أي كنيسة في الدنيا، سواء الطوائف أرثوذكسية ولا غير أرثوذكسية، كلهم عندهم تجسد الكلمة بتاع البابا اثناسيوس الرسولي، لأن فيه كل العقيدة وبطريقة سهلة وبطريقة روحانية. أما اثناسيوس ما كانش بيشتغل بالعقل والعلم والفلسفة بس، ولكن أما اثناسيوس كان متربي تربية روحية، تربية تقوى. فكان كل كلامه بتقوى. وحتى لما بيتكلم عن المسيح، هو اختبر عشرته مع المسيح، وحس قد ايه المسيح فداه بدمه، وحس قد ايه المسيح هو الله اللي عمل الفداء. اصل خلي بالك، لو المسيح ده مجرد انسان يبقى الفداء بتاعنا ملوش معنى. هي ازاي يفدينا ويفدي البشريه كلها وهو واحد؟ لكن لأن المسيح هو الله، عشان كده الفداء بتاعه يكفي العالم كله. فعشان كده تتمسكنا احنا ان المسيح هو الله، او الاله الله الظاهر في الجسد. واثناسيوس حل المشكله دي في كتاب تجسد الكلمه. يعني الله في السماء يسيب البشريه اللي سقطت ولا يخلصها؟ طب يخلصها ازاي؟ وقعد حكى قصه كبيره واقناع جميل جميل، ازاي ان ربنا ما يسيبش اللي خلقهم يضيعوا، وازاي ان هو ما يعاقبهمش. فقال لك من حنانه وحبه قال لك انا انزل انا افديهم. ده كلام اثناسيوس. وزي ما بقول لكم ان جميع الطوائف في العالم تتلمذت على كتاب تجسد الكلمه ده. وكتبوا امتى؟ يعني ما اعرفش الوقت بقى هياخدنا بسرعه كده بقى. اريوس عمل بلبله جامده، وصديقه اللي بره ده حرك الموضوع بره. فجه الامبراطور قسطنطين قال لك لا بقى، دام في شوشره كده احنا نعمل مجمع مسكوني. يعني يجمع ايه؟ طبعا ما كانش دلوقتي، خلي بالكم حاجه مهمه قوي يا جماعه. دلوقتي ما كانش فيه لا ارثوذكس ولا كاثوليك ولا بروتستانت ولا كلام من ده، هي كنيسه واحده كانت في العالم كله، كلها ايمان واحد. ويقول التاريخ ان لما قسطنطين عمل المجمع بعت للاساقفه في العالم، فاجتمع زي ما انتم عارفين بنسمع في القداس بقى 318 اجتمعوا في مدينه اسمها نقيه، دي في تركيا دلوقتي. 318 اسقف من الانحاء العالم كله
في مدينة نقيا سنة 325 ميلادية. يبقى دول 318 مجتمعين بنقيا. ليه؟ عشان موضوع أريوس ده. يقول التاريخ يقول لك ان الآباء ال 318 كانوا رايحين، ما كانش في ذهنهم موضوع نقاش وكلام من ده، ده كانوا رايحين يقولوا ايه الإيمان بتاعنا اللي احنا استلمناه قبل كده. احنا مستلمين من أيام الرسل وعايشين، الكنيسة عايشة، المسيح هو الله المتجسد، المسيح هو الفادي، وعشنا معاه ودقنا حب ودقنا غفران الخطايا في حياتنا. هم جايين يعلنوا كده في المجمع، ففوجئوا بأريوس والدسائس بتاعته وفي مخه قاصد، والتالي يوسابيوس ده اللي عمال ايه يغذيه من تحت لتحت. فابتدوا يجتمعوا، ابتدى أريوس يتكلم ان المسيح ازاي يبقى المسيح هو الله، هو الله ينام، هو الله ياكل، هو الله يتعب، واب وابن، واحد يتكلم حاجات كتير. كل ما يقول حاجه من دول، اثناسيوس كان لسه شماس، البابا الكسندروس وهو رايح المجمع خد اثناسيوس معاه كشماس. كان عنده في الوقت ده يمكن 29 سنه ولا حاجه. شاب جميل عايش، مش دارس بس، عايش ومتلامس مع المسيح وجمال المسيح في حبه لينا وفدائه لينا. فكان كل ما أريوس يقول حاجة يرد عليه أثناسيوس ويجيب له الآيات ويثبت له. طبعا موضوع كبير وجميل جدا جدا اللي بيقوله أريوس واللي بيرد عليه أثناسيوس. اللي بيقوله أريوس، وكان أثناسيوس جميل إن هو لما يرد عليه في حاجة وخلاص الآباء كلهم يقتنعوا على طول بكلام ويستغربوا إزاي أثناسيوس بيرد الردود دي، لأن بيقول لك أريوس كان عامل زي الزئبق ما تعرفش تمسكه من حتة. فكان أثناسيوس يعمل إيه؟ نقطة، قال لك مثلا لما يجي أريوس يقول لك أبي أعظم مني، يقول له ما يقول لك أبي أعظم مني لأن المسيح إنسان. هو المسيح ما هو إنسان زيه وزينا في كل طباع البشرية. فيبقى فعلا في حالته الناسوتية أبي أعظم مني. لكن المسيح وهو إنسان هو إله أيضا في نفس الوقت. لا احنا كلنا حافظين لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. اللاهوت يعني الألوهية والناسوت يعني البشرية. لاهوته لم يفارق ناسوته. فممكن تشوفه تعبان ونايم أو يقول لك أبي أعظم مني، وممكن تشوفه يقول لك أنا والأب واحد وقبل إبراهيم أنا كائن. فإذا المسيح يرد عليه أثناسيوس بقى، وبعد ما يرد يلخص الموضوع زي ايه، زي جمله او قانون. يبقى خلاص النقطه دي خلصت ويلخصها كده زي قانون. كان عقليته جميله جدا أثناسيوس. وغيره 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 وغيره. لما بقى 318 اسقف من بطاركه العالم كلهم قاعدين بقى ايه، سابوا الحوار لأثناسيوس واجتمع المجمع. قالوا بقى كل النقط ديت لازم نحطها كقانون للكنيسة عشان ما يبقاش في انحرافات تاني. فعملوا مجموعة طبعا معاهم أثناسيوس ورتبوا قانون الإيمان اللي احنا بنصليه لغاية دلوقتي. يبقى قانون الإيمان ده نتيجة النقاش ما بين أثناسيوس وأريوس. كل ما يقول جملة يحطها له، يحطها لغاية قال رتبوا بقى ده، عملوه قانون للكنيسة كلها. قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد ده بيقولوا دلوقتي الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والمش عارف وكل كنائس العالم كلهم قانون الإيمان ده بيسموه قانون الإيمان الأثناسيوسي، لأن اللي حط كله تقريبا القديس أثناسيوس الرسول. واقتنع كل الآباء، وطبعا زي ما انتم عارفين نفوا أريوس وحرموه من الكنيسة خالص، وحطوا قانون الإيمان وناقشوا بعض القضايا كانت موجودة تانية ناقشوها، وانتهى هذا المجمع بحرم أريوس.
طبعا زي ما قلت لكم بقى ده الموضوع القصه، بقيه القصه بقى احنا دلوقتي لما رجع بقى بعد المجمع ما فيش 5 6 شهور البابا الكسندروس تنيح، والشعب هنا في اسكندريه اصر واجمع على اختيار اثناسيوس يبقى هو البابا. اثناسيوس يختار البابا من هنا، وابتدت بقى الصراعات. اريوس بقى تقوى مع ناس بره وعمل شوشره فظيعه جدا جدا، ودخل القديس اثناسيوس بعد ما بقى بطرك في حرب غير عاديه، كلها سياسيه وكلها بأباطرة وكلها بمكر واتهامات. لما اقعد احكي لكم على قصص الاتهامات اللي اتهم بها اثناسيوس وكان ربنا بينجيه ازاي بمعجزات، تتعجبوا على سيره هذا الرجل العظيم. يا ريت ربنا تديكم فرصه اقروا عن اثناسيوس، شوفوا ابائكم وشوفوا التاريخ. اثناسيوس ده موسوعه لا تنتهي، احنا لو نقعد نتكلم على اساسه ممكن ناخد ايام وشهور، لا تنتهي قصته واحداثه ملهاش نهايه. ارجوكم عيشوا الاباء والايمان اللي احنا استلمناه، ده الايمان اللي احنا عايشينه، والايمان اللي احنا استلمناه ده بيفرحنا وبيعزينا. وانا اقدر اعيش ان المسيح مجرد انسان، واحنا هنرجع اللي بيقولوا اريوس ده هو اللي بيقولوه الناس غير المؤمنين دلوقتي، يقول لك المسيح مجرد نبي ولا مجرد انسان، وبيؤمنوا بالمسيح بس ما بيؤمنوش بيه ان هو الله. فخلي بالك الايمان بتاعنا ايمان مسلم من القديسين، وعلى جهاد ودماء وعرق القديسين. والايمان احنا بنعيشه يا جماعه، مش بنعرفه بالعقل. انا بعيش وبحس بالتناول المسيح ده الجسد، انا بحس بالمسيح اللي بيغفر لي خطيتي، انا بحس بالصليب وعمل الصليب والقيامه وغلبه الموت وغلبه الخطيه والحياه كل ده احنا بنحسه وبنعيشه. هي دي الكنيسة وهي دي المسيحية. يا ريت ربنا يمتعنا ببركة البابا أثناسيوس الرسولي، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.